السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده، ويا رب كان عيد سعيد وجميل وحلو زيكم كده، وتكونوا قضيتوا اجازه جميله وحلوه، وربنا يجعل ايامكم كلها اعياد. في البدايه عايزه اوجه العزاء لاسره نورهان ونرجس، واقول لهم البقاء لله، وربنا يأجركم في مصيبتكم ويعوضكم عنها خير، ويصبركم يا رب ويجعلها اخر الاحزان، وربنا يغفر لهم ويرحمهم ويجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. بعد العزاء عايزة أقول كلمة بس للبنت اللي عملت فيديو عنهم. انتي يعني زي بنتي أو زي أختي الصغيرة. عايزة أعلمك حاجة، إذا كانوا أهلك معلومهالكيش. عايزة أقولك إن الموت ليه حرمة، وحتى لو انت في بينك وبين الشخص اللي مات ده خصومة أو عداوة، أو حتى ظلمك أو جرحك أو عمل فيك أي حاجة، فهو دلوقتي بين أيادي ربنا، ما ينفعش إن انت تدعي عليه. تسلمي امرك لله. وهم يعني كمان ما فيش ما بينك وما بينهم اي خصومه ولا اي عداوه، ولا عملوا لك اي حاجه غير انهم بيشجعوا نادي تاني غير اللي انت بتشجعيه. فمن الاخلاق ومن الدين ان انت ما تدعيش عليهم ولا تجيبي سيرتهم باي حاجه وحشه، لان هم بين ايادي ربنا. فتعلمي، لان ده حرام، وده حاجه ربنا يحاسبك عليها. وان شاء الله لما تحصليهم هتلاقي برضو حد يدعي عليكي كده زي ما انت دعيتي عليهم، يعني ان شاء الله. الموت له حرمة يا بنتي، ولازم تتعلمي حرمة الموت، وربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم ألف رحمة. آه واللي قال عليهم كلام مش كويس، واللي قال واللي عاد، ايه يا ناس؟ ده اخلاقنا بقت فظيعة، اخلاقنا بقت وحشة. حتى في الموت، مفيش رهبة، مفيش خوف من ربنا. يعني بنتين في عز شبابهم راحوا في ثانية، والناس طالعة تتكلم عليهم بطريقة مش كويسة، طالعة اللي يخوض في أعراضهم واللي يدعي عليهم. فيش غير إني أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بس مش أكتر. حسبنا الله ونعم الوكيل فعلا. أما بالنسبة لخناقة إمام عاشور في المول اللي الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي، طبعا النادي الأهلي طلع بيان ووضح الموقف علشان يعني يحسم الجدل والكلام، وكل شوية تطلع إشاعة وكل شوية حد يطلع كلام. فالنادي الاهلي اصدر البيان ده علشان الحقيقه تبان على طول، ومحدش يتكلم ومحدش يقول حاجه من دماغه، وكمان عشان امام عاشور ما يطلعش يرد ويقول اي كلام ممكن يسأله او يخونوا التعبير في اي كلام فيزعل حد منه. انا بقى عايزه ارد على الناس اللي بتقول هي دي اخلاق النادي الاهلي، او هي ده اللي امام عاشور اتعلمه في النادي الاهلي، هي دي اخلاق يا كابتن، هي دي اخلاق النادي. عايزه اقول لك يعني اخلاق النادي تبقى جوه الملعب. اخلاق النادي بتبقى جوه الملعب، وتصرفات اللعيب جوه الملعب، لكن احنا مش هنمشي بقى ورا اللعيب في كل حته، في بيته، في صحاته، في خروجه، في حياته الشخصيه، نعلمه نقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. احنا مش واصين عليه، ده اولا. والاخلاق اخلاق النادي واخلاق الملعب بانت كده على كابتن زيزو لما زعل الحكم وانفعل عليه وكان هيضربه وقال له كلام مسيء في ماتش المصري. اخلاق دي بانت على كابتن عواد لما ضرب زميله، هي دي اخلاق النادي. اخلاق النادي بانت حتى على الراجل الخواجه اللي يعني اعتقد واقسم ان هو لو في بلده عمره ما هيعمل كده، او في اي بلد تانية ما كانش هيعمل، او اي نادي تاني في مصر ما كانش هيقدر يعمل كده. لكن اتعلم في الزمالك كده، زق الحكم في صدره وزعق له، وممكن يكون شتم البرتغالي، ما احنا ما فهمناش برضه يعني. فعايزه اقول بس للزملكاويه اللي عمالين يتكلموا يقولوا اخلاق ومش اخلاق، فقد الشيء لا يعطي. بس كده، فقد الشيء لا يعطي، فما تتكلموش انتوا على الاخلاق. الراجل مراته اتصلت بيه وقالت له في حد ضايقني، جاب اخوه او اخوها وجه عشان يشوف مراته مالها، يعني شاب وده محامي، بيغير على مراته، بيغير على اهل بيته، بيغير على لحمه. ده فشيء طبيعي. اللي بيتكلم ويقول لك طب هو واخد معاه ناس ليه؟ انت لو رايح تتخانق في الشارع اللي وراك، يعني عندك مشكله مع حد في الشارع اللي وراك، هتاخد الشارع كله بتاعك معاك، هتاخد اهلك كلهم معاك واصحابك، وتتصل بفلان وبعلان عشان تروح تتخانق. فده شيء طبيعي يعني. مش هيروح يتخانق في مول مش عارف هو رايح يعمل ايه ولا يكلم مين ولا هيقابل مين ويروح لوحده. ما هو مش شجاع السيما يعني. واللي يقول لك بقى لا ده انا اروح لوحدي واعمل واسوي، لا ما هو افلام بوليود دي اثرت عليكم. واحمد العوضي ومحمد رمضان ده في السيما بس يا جماعه. في السيما، انا واحده من منطقه شعبيه وعارفه الكلام ده. لما حد يروح يتخانق مع حد لازم يبقى في حد معاه، ده طبيعي يعني.
فبلاش هري بقى وبلاش كلام. وده عمل وده سوى وده راح وخد ناس معاه. انتوا طبعا كل اللي بيتكلم عايز يمشي عكس التيار، علشان طبعا انتوا عارفين الناس بتحب الشهرة وبتحب الترندات. فبالله عليكم بلاش هري يعني. ده راجل راح يدافع عن مراته، راح لقى الراجل اللي ضايقها او اللي زعلها او اللي شتمها، الامن هربوه ومشوه تستروا عليه، وده طبعا غلط، احنا بنلوم عليهم. وما كانش ينفع ان انتوا دوركم وشغلتكم ان انتوا تحافظوا على الناس زوار المكان، وان انتوا تخلوا بالكم منهم، لو حد ضايقهم انتوا اللي بتعاقبوه، مش تستنى لما هي تتصل بحد يجي يلحقها او بجوزها يجي يلحقها. فهي دي الاخلاق يعني. فانا طبعا بشد على ايد امام عاشور وبقول له انت راجل، انت راجل. اذا كنت انت اصلا مولود وتربيت في بيت علمك الرجوله، فانت في الاهلي زدت رجوله وزدت اخلاق وبالعند فيكم. وكل سنه وانت طيب يا كابتن ايمان. كنت عايزه بس اعلق تعليق بسيط كده على بيان النادي الزمالك الاخير اللي طلع بعد ماتش المصري. هو كلمه صغيره جدا وهقول لكم سلام. عايزه اقول لهم احلى مسا على اللي رفلكوا السيجارتين. بيان دماغ. بصراحه انا مفهمش منه حاجه. احلى مسا عليكم، تصبحوا على الف خير وعيد سعيد عليكم.